كما كنشوفوا هذه طريق سيدي مسعود ولات فيها مشاريع كبرى وشقق فاخره. كيبدا هذا الشارع تقريبا من طريق مديونه حتى لتاد الدارت. هاد البلاصه في الاول حتى واحد ما كان باغيها، سبحان مبدل الاحوال. هاد المنطقه السعر ديالها عرف ارتفاع كبير جدا، وهاد المنطقه وهاد الشارع كيبان لي غيولي احسن من شارع القدس. كاينين بعض الناس اللي خداو شقق في هاد المنطقه 32 مليون 44 مليون، والان الشقق ديالهم ولات تساويه ضعف الثمن واكثر. يعني دائما ملي تبغي تشري عقار حاول تشوف المنطقه اللي فيها انت. بالمناسبه اللي عنده شي عقار وبغى يبيعو يتواصل معنا عبر هذا الرقم الظاهر في الشاشه. دائما فاش تبغي تمشي تشري العقار ديالك حاول تدور مزيان، خصوصا في المنطقه اللي ناوي تشري فيها. تشوف الاحياء السكنيه القريبه لتلك المنطقه، واش المنطقه كلها بنايات سكنيه جديده. اذا كانت المنطقه نقولوا منطقه خاويه وفيها بنايات جديده فهذا ممتاز جدا. هناك احتماليه على ان المنطقه تجيها مشاريع. صراحه هذه المناطق ديال شارع القدس، شارع طاح، المناطق اللي قريبه من عين الشق، عرف السعر ديالها ارتفاع كبير في هذه الفتره. صراحه من بين افضل المناطق الموجوده في الدار البيضاء، والسعر ديالها مازال كيتزاد. واش هذه المنطقه تستاهل هذا الثمن؟